السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة تانية حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة إن شاء الله بنكمل شرح. النهاردة هنشرح يونت 5 الوحدة الخامسة اللي بعنوان My Home. My أداة ملكية، الحاجة الاسم اللي بيجي وراها لازم يكون بتاعي أنا. My Home منزلي أنا. اتفقنا؟ ناخد بقى lesson 1 الدرس الأول، نشوف العنوان بتاعه. lesson 1 and 2 الاتنين مع بعض الدرس واحد. inside، ليه قلت اي؟ لأن الإي في الآخر بتساعد الأي إن هي تقول اسمها، يبقى inside طبعا الإي في الآخر ما ننطقهاش. inside my home. inside my home يعني بداخل، هي inside زي inside زي معناها داخل، داخل أو بداخل my home اللي هو منزلي. اتفقنا؟ نطلع بقى الحاجات اللي جوه بيتي. أول حاجة عندي كلمة منضدة يعني table. الإيه في الآخر ما بنطقهاش. كرسي، السي والاتش انتهى تش يبقى chair. سرير يعني bed. باب يعني door. نكمل بعد كده. عندي شباك يعني window. أباجورة يعني lamp. طبق مسطح يعني plate. والإي في الآخر ما بنطقهاش. فنجان يعني cup. نكمل بعد كده. عندي بقى حروف الجر يعني زي على وداخل وجنب وورا، ناخدها. حروف الجر بتاعت المكان. أول حاجة على يعني on. في يعني in. بص هنا القطة فين؟ القطة هنا تحت يعني under. أولها حرف الأه عشان كده قلت on والدر الإر. بجوار يعني next to دي معناها بجوار أو بجنب. تمام. بعد كده بيديني الأوض اللي في الشقة عندي. أول حاجة عندي حجرة النوم اسمها bedroom. احنا عندنا هنا المقطع ده معانا روم، ده ثابت كده روم يعني حجرة. الحمام bath، التي والاتش انطقها bathroom. حجرة الطعام، يلا بينا اكسر dining room. بنكمل بعد كده. المطبخ اسمه kitchen. والسي والاتش انطقها تشا يبقى kitchen. حديقة جار، الاي والار بنطقهم ار. garden. حجرة المعيشة يلا اكسر ليفي. خلاص ليفي. living room. صالة، المقطع ده الاي دبل ال انت عارف بننطقها اول. يبقى دي اسمها هول. صالة هول. دي كده الأماكن. خلاص يبقى احنا خدنا الأماكن، الأوض اللي جوه الشقة، وأخدنا حروف الجر كمان. هنا بقى ازاي أسأل عن مكان حاجة. أنا حاجة مش لاقياها أو عايزة أعرف هي مكانها فين فبسأل عليها. أكيد لما أسأل عن المكان بسأل where، لأن احنا واخدين where يعني أين. where is أين يكون، ذا نقط الحاجة بقى اللي انت عايز تسأل عليها. يعني مثلا where is it أين يكون. it ده هو الحاجة غير عاقل. مثلا where is the book فين الكتاب. where is the lamp فين اللمبة. where is the cup فين الفنجان. where is the chair فين الكرسي. يبقى لما يجاوب عليا بقى حد سألت على الحاجة مكانها فين، يرد يقول لي ايه بقى. the lamp اللمبة is تكون on the table فوق الترابيزة. the cup الفنجان is يكون next to the plate جنب الصحن. the chair الكرسي is يكون under the table تحت الترابيزة under the table. بعد كده عندي this is للمفرد و there are للجمع. this is مفرد there are للجمع. نيجي نقول بقى there is يوجد a bed يوجد سرير in my room، لأن هو there is حاجة واحدة بس. there is a bed سرير. طب there are يوجد، لا ده حاجات كتير بقى، يبقى أقول 3 chairs 3 كراسي. خلي بالكم أكتر من حاجة واحدة بنقول عليها جمع، بنقول are. there is يوجد a ball كورة واحدة.
there is يوجد a pen قلم واحد. لكن لو كلمة كتير أقول there are pens يوجد أقلام كتير. يبقى is للمفرد وأنت عارف إن are للجمع. هنا بقى عندي تمارين بتتحل. نحط حروف الجر on ولا in ولا under ولا next to يعني جنب. اتفقنا؟ تمارين بنحلها. يلا هنا الهوم ورك بتاعنا. الهوم ورك كل ده هوم ورك واجبات. انزل احفظ الكلمات. activities الأنشطة بتاعتنا الحلوة. هنا هنوصل، هنا هنختار. تعالى نختار مع بعض كده. يلا نجرب. ذا بول الكورة. فين الكورة؟ أول حاجة هو قال لك ذا بول. خلاص أنت تقف لحد دي كده، اقف عندها. الكورة فين مكانها؟ تحت أهي. خلاص تحت يعني إيه؟ under. ذا كاب الفنجان. فين الفنجان؟ ده جنب يبقى next to. ذا لامب اللمبة. فين اللامب؟ دي on فوق الترابيزة يبقى on. يلا نكمل. ذا بوك الكتاب فين؟ ده جوه الشنطة يبقى in. ذا تشير الكرسي فين؟ ده جنب الديسك جنبه next to. بس كده. شوف الحاجة اللي هو عايزها ويبقى اكتب المكان بتاعها. هنا في التمرين اللي هو التمرين التالت بيقول لي عندي يا إما تحطي there is يا إما there are. أنا هعمل إيه؟ لو حاجة واحدة بس أختار there is. لو أكتر من حاجة 2 أو 3 أو 4 أكتب إيه؟ there are. اتفقنا؟ يلا بينا. طب ميس ما قاليش 1، ما قاليش واحد. ما هو مش هيقول لك واحد، ممكن يقول لك 1 وممكن يقول لك دي يعني حاجة واحدة بس. يعني أول واحدة بيقول لي a cup فنجان واحد يبقى there is. أكتب there is. هنا 2 ده أكتر من واحد يبقى there are. 3 there are. حاجة واحدة يبقى there is. حاجة واحدة يبقى there is. بس كده. واكتب there ما تعملش زي كده. اكتب there وجنبها is أو are. نكتب اسم الأوضة عندي هنا بقية الحروف. بعد كده عندي lesson 3 الدرس الثالث وده عبارة عن phonics صوتيات. هنا بيديني حرف the TH يعني. خلاص بننطقه the. يلا بينا. زي ايه؟ نبدأ كده اهو. يبقى TH كده هننطقه زي اكنها زي الزد بس طلع لسانك فيها. mother brother father. أب. بعيدة يعني that هذا أو هذه الحاجات البعيدة that. طب الحاجة قريبة مني this. كده أخدنا الكلمات اللي بحرف the. ناخد بقى بقية الكلمات. قطة يعني cat تين يعني فيج. سبورة يعني board. راجل يعني man. يلا الهوم ورك بتاعنا الكلمات نحفظها وننزل بيها writing. هنا بقى الاكتيفيتيز. اعمل بقى circle ووصل match واكتب الكلمة رتب الكلمة. بعد كده عندي lesson 4 الدرس الرابع. بس احنا كده النهاردة احنا خدنا الدرس الأول والتاني اللي كان بيتكلم على الأماكن وكان بيتكلم على الأوض. وأخدنا كمان الدرس الأول والتاني. خلاص خدنا كمان الدرس التالت وده اللي كان بيتكلم عن الحرف الذا والكلمات عليه. ودلوقتي عندي الدرس الرابع إن شاء الله أخده الفيديو الجاي. أشوفكم على خير يا حبايب وحبيبات القلب.